عشان تترقى لازم يبقى عندك 3 حاجات باي بي اي اي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مساء الفل والجمال. واحدة من الابريفيشنز اللي لازم تكون عارفها وفاكرها كويس قوي عشان تكبر في مكانك هي الباي او البي اي اي، ودي الحاجات اللي ممكن تعملها عشان تكبر في المكان اللي انت فيه. اول حاجة البي هي البرفورمانس، ان انت محتاج تكون احسن من الناس اللي حواليك. عشان اترقى في المكان واكبر لازم اكون البرفورمانس بتاعي اعلى، فلازم اشتغل على بيرفورمانس افضل عشان اترقى اسرع من الناس اللي حواليا. تاني حاجة هي الاي، ودي ناس كتير جدا جدا بتتغفلها او بتنساها او ما بتشتغلش عليها، وهي الايمج. والايمج مقصود بيها ان انت تشوف المكان اللي انت شغال فيه بيرقي على ايه، وتكون الصوره الكامله المتكامله للترقيه دي. زي ما احنا كنا اتكلمنا قبل كده في فيديوهات ان مش كل الناس بتترقى على البرفورمانس بس، في بعض الشركات والله اهم حاجه عندها الايموشنال انتليجنس، او اهم حاجه عندها الكونكشنز جوه الشغل. اهم حاجه عندها ان الشخص ده يكون شاطر جدا بشكل اجتماعي ويكون له علاقات جيده جدا، لان والله بيترقى مثلا في مجال السيلز، فلازم تكون دي واحده من السكيلز المهمه جدا عنده. او ان الهايرنج مانجرز اللي موجودين في الشركه بيهتموا قوي بفكره ان انت تكون عندك مهاره معينه في حاجه تكنيكال، لو انت شغال مثلا مهندس او حاجه، فمش شرط الموضوع كله يبقى له علاقه بالبرفورمانس الدايركت، لكن في ايمج تانية محتاج انك تعملها وترسمها. تالت حاجه هي الاي، ومقصود بيها الاكسبوجر، ودي طبعا مهمه جدا، ودي البريد اند باتر بتاع الناس كتير جدا جدا اللي هم بيبقوا بيعملوا شو بس ما بيشتغلوش. لكن انت عشان تترقى محتاج يبقى عندك بيرفورمانس، محتاج يبقى عندك ايمج، ومحتاج كمان يبقى عندك اكسبوجر. والاكسبوجر مقصود بيها انك يبقى ليك كونكشنز، يبقى ليك علاقات، تبقى واصل، تبقى عارف كويس قوي ان في بوزيشن هيفتح في مكان معين فتبقى جاهز للبوزيشن ده. او ان انت لما تخش تعمل انترفيو ما تبقاش انت داخل الناس بتسال عنك لاول مره، او الناس بتسمع اسمك في الانترفيو لاول مره. الاكسبوجر كمان مش مقصود بيه بس ان انا اقف اسلم على ازيك يا محمد، ازيك يا مس فاطمه، ازيك يا استاذ ابراهيم، مش ده المقصود بالاكسبوجر بس، لكن مقصود كمان بالاكسبوجر ان انت النهارده تبقى شغلك بيتكلم عنك. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وفولو وسبسكرايب عشان تشوف الفيديوز اللي فاتت وتشوف الفيديوز اللي جايه.